مساء الخير. اسمي يعقوب عبد الله، وأعيش في شمال أمريكا، وحأتلو فقرة من الدستور، وأبدأها: دستورنا هو أساس العدالة وأساس وجودنا في إريتريا، ونحن سوف نطبقه. المادة الثانية من الدستور: سيادة الدستور. 1. هذا الدستور هو التعبير القانوني عن سيادة الشعب الإريتري. 2. يرسي هذا الدستور المبادئ والموجهات الأساسية التي تستند عليه الدولة، ويحدد تنظيمها الهيكلي وأسلوب عملها، وهو الأساس لشرعية الحكومة والضمان لحماية حقوق وكرامة المواطنين وعدالة الحكم. 3. الدستور هو القانون الأعلى والمصدر الأساسي لكل القوانين في الدولة، وتعتبر جميع القوانين والأوامر والإجراءات المخالفة لنصه وروحه باطلة بطلانا تاما وغير ذات أثر. 4. تخضع كافة أجهزة الدولة والمنظمات والمؤسسات والمواطنين لأحكام هذا الدستور، ويدينون له بالولاء ويلتزمون بالانصياع لأحكامه. 5. يهدف هذا الدستور إلى تطوير الثقافة الدستورية في أوساط الشعب وأجهزة الدولة، وضمان احترام حقوق وواجبات المواطنين. في وطننا إريتريا لسنا بحاجة لحكومة غير دستورية، لذا يجب علينا إزالة النظام وإقامة حكومة ديمقراطية دستورية. شكرا.